صحيح، نسيت أمر، اللي هو سوريا واحتلال إسرائيل 14 كيلو متر من سوريا. تمام. أنت مش فاهم إن الأمر ده بمثابة دعم للشرق الأوسط كله. إزاي دعم؟ هقول لك إزاي دعم. عندما يفيق السوريين من الفرحة اللي هو تقويض ملك بشار الأسد، عندما يفيق السوريين هيبدأوا يلمحوا كشعب ان ارضهم اتخذت من اسرائيل. هنا احنا بنتكلم على سوريا. تمام. هتدخل بعد منها على فين؟ على لبنان. هيستشعر الشعب اللبناني انه ارضهم اتخذت حتة منها. فلسطين مستمر على طول، ده بيطلعوا اولادهم على المقاومة، بيربوا عيالهم على المقاومة اسرائيل. تمام. الامر اللي هيكون ده، الامر اللي انت شايفه امر خطير وامر غاية الخطورة، ده هيكون بمثابة تجمع للوطن العربي كله. ما هو بيخنق نفسه، هو حط حبل على رقبته. الحبل ده انت فاهم، اما انت تتعدى على بلد والتانية والتالتة ومرة واحدة الشعوب دي تحاربك كلها، فانت بتخنق نفسك. هو غبي، ما هو غبي سياسيا، هو مش فاهم الكلام اللي انا بقوله. هم لو اذكياء، هو لو ذكي تمام يتطاول، يزرع عداءات مع الدول اللي حواليه، مع الشعوب. هتنتصر على الشعوب يا غبي؟ جيشك فيه كام؟ مليون، 2، 3، 4؟ في كام دبابة؟ في 2000، 3000، 5000 دبابة. تمام. في كم بندقية؟ انما دي شعوب، انت بتتكلم على ملايين ملايين. الله تبارك وتعالى عندما كلمنا عن الحرب قال المريض ما عليهوش حرج، الأعرج ما عليهوش حرج. أعطانا بعض الباقي كله هيخرج يحاربك. يعني هو غبي سياسيا. هو على كده بيجهز الشرق الأوسط على زي ما بنقول احنا على طاولة الحرب. ايه طاولة الحرب؟ إثارة الشعوب. هو بيثير بيعبي الشعوب بصورة الحقد اللي هو يخليه يقطع راسه. انت فهمت انه هو غبي سياسيا؟ هو غبي سياسيا. مجرد انك انت تطمع في 14 كيلو متر عزبة، تمام، وتستعدي شعب كامل، فانت غبي. يعني انا شايف الامر ده بمثابة ايه؟ بمثابة حبل بيتحط على رقبة اسرائيل كاملة. هو اما يتطاول على الارض دي والارض دي والشعب ده والشعب ده والشعب ده، وتوصل الامور الاحداث ماشية في كده للتطاول على الارض، على ارض الله. هو احنا ربنا اخبارنا الارض المباركة. لو انت انتصرت في المعركة اللي هي ضد مصر، مع انه ده مستحيل، الله قص لنا القصص يعني. تمام. بس انا بفهمك، لو انت انتصرت هتقوم الساعة، مش هتنتصر. انسى الامر ده. يعني انت عارف انا جالس مطمئن اول ما بشوف اسرائيل تعدت على شعب معين، بكون مطمئن. ليه مطمئن؟ عشان هو بيزرع احقاد لإسرائيل في كل مكان. عندما تأتي الحرب، امال هو انت ازاي هتقطع رقاب الناس دي كلها اللي هو الشعب الإسرائيلي؟ ازاي هتقطع رقابهم؟ او الجيش، مش الشعب ملوش ذنب، غير انك انت بتحمل هذا حقد وهذا حقد وهذا كراهية وهذا كراهية، وفي الأخير الكل هيصور عليك. أنا بفرح لما بلاقي إسرائيل تعدت، بقول خلاص كده بدأت الأمور إيه، الموازين تثقل للشعب العربي. وعندما أنت تتطاول وتتجبر وتأخذ أرض بغير وجه حق، تمام، حتى لو لم تلاقي دفاع من الدولة دي، بس هيجي اليوم اللي هيثور عليك كل الشعب.
يعني مش هيصور عليه، لا ده هيكون جيش منظم وهينضم لمصر، وكل الناس الشعوب اللي انت شايفها دي هتنضم لمصر، وهيتم سحق الجيش الإسرائيلي بصورة بشعة. والله العظيم يا سادة، مش أنا مش معنى كلامي بفرح لشر، لا، بس أنا أما بلاقي إسرائيل بتزرع أحقاد وكراهية بفرح. ليه بفرح؟ لأنك أنت كده بتخنق نفسك دون أن تدري. ما هو غبي زي أبو جهل، أو زي أبو لهب. أبو لهب نزلت في قارعة في حياته، إن خرج وقال لا إله إلا الله كذب القرآن، ولكن الله ختم على قلبه. فهو كذلك، هو مش بيعمل ده. أنا من بعيد شايف، لأن أنا بقرأ القرآن وعارف الأحداث، تمام. هو مش داري، هو عنده غباء سياسي. يعني هو عنده غباء سياسي. زرع الأحقاد والتعدي والتطاول على الشعوب يؤدي بيك إلى مشنقة. أنت بتموت بلدك تماما. إسرائيل اللي قامت على التجبر وقامت على الاعتداء، تمام، هتنتهي. يعني خلاص أوشكت هتتعدى على مصر، والله تبارك وتعالى هيصدق وعده. يعني انت غبائك السياسي هيوديك، انا متأكد. ما هو الله تبارك وتعالى قص لنا هذا، وانت بتصرفاتك دي انا فاهم ان انت عندك غباء سياسي. هتروح تتعدى على مصر، هتنتهي اسرائيل وهيستتب امر الشرق الاوسط كامل. والدول التي لا تبايع اهلها سيتسولون في الشوارع. هذا وعد الله، ما فيهوش نقاش. يعني الله تبارك وتعالى سوف يعذبهم عذابا أليما، وكلنا سنشاهد هذا. وتذكروا انتوا بعد الرئيس محمد أنور السادات ما قطعوه العرب، احنا جينا بعد ما مات بنقول اتفرجوا على دولهم بقى فيها ايه. انت هتتفرج على بعد الحرب تحت الشجرة الأخيرة في سيناء، هتتفرج على بعض الدول أنا لا أنطق اسمها إلا مع رئيس الجمهورية المصرية بس. يعني أنا هشاور له، هقول له دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا هيحصل فيهم كذا، وهيشوف ده بعينه بفضل الله. ربنا يديه الصحة وطولة العمر ويعيش لليوم اللي مصر هتنتصر فيه نصر عظيم بفضل الله تعالى. فإذا أنت ما تزعلش إن هي بتتطاول على سوريا، وخدت حتة أرض مزرعة 14 كيلو مزرعة. يعني خدت مزرعة من سوريا. ما هي كده بعد ما يفيق الشعب السوري هيبدأ الأحقاد والغليان. محدش يقبل إن هو يتخذ منه أرضه. تقبل ده 1000 2000 3 10، مش هيتقبله شعب كامل. أكيد الله تبارك وتعالى سينزل السكينة على بعض منهم، وسيصورون بصورة بشعة على إسرائيل. فهم يجعلون مشنقة لهم دون أن يدروا. فلا تحزن، دعهم يفعلون ما يشاءون. ولكن مصر عندما يتم التعدي على مصر هذا وعد الله. يعني هذا وعد الله، وأراهم أغبياء في طريقهم إلى ذلك. يعني مهما أنا اتكلمت وقلت لهم القرآن والله تبارك وتعالى قال كذا، هيتعدى لأنه هو جاهل. هو اللي يدعي أن لله ولد ده جاهل. يعني اللي يدعي لله ولد ده جاهل، أكيد على قلبه غشاوة يعني.